ردوا. اعرفكم على كلارنس. خذ كلارنس، تاخذ لعبه. والله انا فعلت في امي كثير اشتري له كم زي خطره شط فسفوري بس ما فعلت. كلارنس بدك تسلم على العالم. كلارنس ايش بدك تعمل؟ بدك تخرب؟ طيب خذي ابنك الجرق نيمي. قبل ما نبدا فيديو افقع ابو جدوز الله يخلي يطلع منه هذا الصوت. فيديو اليوم راح يكون عن عباد الشامي. اتوقع بزماناتي حكيت هيك فكره عندي بالقناه ووعدتكم اني راح اسوي هيك نوعيه من الفيديوهات. والفيديو حصلت مشاهدات ممتازه مرضيه كانت بالنسبه لي. فيعني بدنا نوفي بوعدنا، ايش نسوي؟ بتمنى تدعموا هذا الفيديو وتشاهدوه من اول ثانيه لاخر ثانيه لانه 100% راح اكل حقوق طبع نشر او كوبي رايت. لانه بكل بساطه انا حاطط موسيقى جماعه دافعين لليوتيوب مصاري حتى ما حدا يحطها او حتى ما تستخدم بطريقه غير مباشره، يعني مثل ما بستخدمها انا لا الانتقاد او رده فعل او لا اخلاق لاخره. فهذا الفيديو ما هو للمعلومات، هذا فيديو كوميدي وخلينا نبدا بالفيديو. نستقبل اول قصه طلعت. الفيديو راح يطلع من بين كل الفيديوهات اللي مسوينها عن الشامي. القصه ما فيها انه في بالسينما او التذكره حاجزينها في طابقين، فالطابق الفوقاني في بنت معجبه بالشامي فزتت حالها البنت، يعني سبحان الله يعني فكرته مسبح المسرح، زتت حالها هيك وكادت اجرت تنكسر. والله ما بمزح، هي القصه هيك فعلا، لا هي فعلا هيك القصه، نزلت حالها لتحت بس لقاها الشامي والجمهور عمل منها قصه. انا بشوفها تصرف كثير غبي والبنت لازم اهلها يضبوها اسرع وقت رجاء. مستعد بيع كلية عمتي مشان هيك مشهد؟ والله انا كثير حابب ابيع كلية عبد الجليل بس صراحة مو هيك شيء، نبيع كلية عبد الجليل على شيء محرز مو على هيك شغلة تافهة. لما تكون حافظ اجواء فنانك. حلو خلينا نشوف. بيحكوا عن شو؟ بيحكوا عن صبري. صبري حجبوا شي 20 يوم كل يوم فر فيكي وبعد الساعة شفتوه. اسمعي صوتي شوفي صبري. ايش ما اتفهك انت وفنانك. لك مالك ملاحظ انت، لك ابني انت مالك شايف موديلك، لك ابني انت بتصور فيديو ما بتشوفه ثاني مره. يعني انا يوم بمنتج الفيديو او بدي انشر فيديو على السوشيال ميديا بشوفه مره ومرتين وثلاثه، وبعض المحتوى اللي ينشر على القناه ماني رضيان عنه بس مجبور بسبب الظروف اللي انا فيها، او بشكل احرى يعني بتقطع القناه بس ما نزلت على القناه كثير فبتقطع والخوارزميه بتخرب، فقصص كثير مالكم فيها. يعني انا كيوتيوبر صانع محتوى وفي عندي فيديوهات ماني راضي عنها، انت كيف بتنزل لك فيديو غبي وبتستمتع فيه وبتقول حافظ اجواء فنانك؟ حسسني عم هيك يا اخي. هدول جد طالع واحد من الملي بحسك انه جد عم بتبعوا شيء نبي ولا شيء مرسل او شيء ولي. ترى هو مثلنا مثلكم فنان بغني الزلمه وبس بغني يعني، وتكرهوا العالم فيه للزلمه اكثر ما الناس تكرهه. أنا عم ببكي مو لأنه مو مصدقة، هو بيستاهل هذا الشيء وهذا الشيء كلنا عارفانينه، لأنه أصلا عالمي من وقت ما بلش هذا الإنسان هو عالمي، بس ما عم صدق إنه كيف قدر يكسر عيون كتير عالم ما بقى حدا يقدر يحكي عليه خلص. شلون قدر يكسر عيون كثير عالم وكيف ما حدا بيحسن يحكي عليه؟ ما انا هلا عم بسوي فيديو عنكم، يعني انا بتمسخر عليكم هلا وانا شايفك طلعي شوفي عيوني نظاميات لؤلؤه ما بيشكوا من شيء، وعم بتمسخر عليكم وبدي اسوي لكم مسخره واقلبكم محتوى عندي بالقناه، وان شاء الله اذا هذا الفيديو بجيب مشاهدات راح افتح منه سلسله. خلص ما لسه رايحين بهالزحمه ايه. شوفي لسه اكثر من العالميه، شوفي مشان الله. اشرح لكم اذا العالميه حاطه فنان وعم تعطي العالميه او رقاصه او عرض ازياء عم ياخذوا العالميه، فانا بتوقع كناس عاقله ما نطمح للعالميه اذا كان الرقاصات عم ياخذوا العالميه وكمان الفنانين.
لا تطلعوا عليك نظرة انه بكره فنانين ومتشدد. لا انا هل بحب الاغاني بس مو لهالدرجة يعني. بس كمان اغاني مو بالمستوى اللي توصل للعالمية. انا من وجهة نظري هذا رأيي، ما شيء بخصني انا، ما بخصكم انتم. هاي شامي. هاي حبيبتي بلد مو بس اوكي. يلا حبيبتي ضلك خير. جي يأمرني ما احلاكم. عم صن انت ولا هو اخرم بعض انتوا الاثنين. التوبر لقلبي هالمشي طب قربي علي شوي تقتلني النظرة. فلافل بيض مقلي، كيس بطاطس، واحد نقانق، زيادة كاتشبها وزيادة صاصها وزيادة ملحها. الله يشفيك ابني الله يشفيك. أنا شو العيون هاي طب قربي لقلبي تغنى علي. اتفهم منك ما في، والمروحه وراك تافهه، والوان فيديو مو ظابطه، والكلمات مو ظابطه، واللحن مو حلو، فيديو كله زباله. معلش هذا رايي. تلحس ماندو فكر هذا تصميم ولا انت هيك كول واو. انا هلا اذا بطلب من المتابعين يسوي لي هيك شيء والله بطلع معهم احلى من هيك شيء، والله بطلع معهم احلى من هيك شيء. هلا اذا بروح على جنب بقى لي عمره 6 سنين بقى له عمل لي تصميم بيطلع معه افخم من هيك بحطك وراه. الشخصيه اللي تطلع لما حدا يحكي على الشامي قدامي. انا ما شاء الله صارت البنت ملعب وموديلها بخري ولفت الحجاب ابدا مو ظابطه، ولا هذا مو حجاب اشوف. لا هي كبيشونه مو ظابطه، والمكياج خرا، ونكشت الاسنان اللي بايدك مو ظابطه نطفيه، وبتمنى تمسحي عدسه الكاميرا. ليش هيك اغلطكم؟ ليش تحكوا لي الدكتاتور احمد؟ لو سمحت شوف لنا فيديو ظابط وانا بهيك بلبس هيك. لا تخافوا بظبطكم، انا بعملكم هيك مسح ضوئي للفيديو انه هذا الفيديو خارج ينزل هون وهذا الفيديو ما خارج ينزل هون. انت لا تنزل في حياتك على اليوتيوب، روح انشر على التيك توك. يعني بتعرف بقيمكم بظبطكم يا اخي. احسن ما تهبلوا هيك تضحكوا العالم عليكم يا خير عملكم، ما بصير. نحن على اساس جدي يرفع فينا الراس والامه ترفع راسنا فينا. ايش هيك عامل له؟ انه ما حط عليها. ضربوا من ذنبه. انت عمين واحد شحطك من ذنبك. اشرح لكم القصه. فكان عم مسرح واحد مدري وحده زتت له كوفيه فلسطينيه، فبدل ما يحط الكوفيه امثلكم مشان يطلع واقعي اكثر. ما بعرف اذا الكاميرا راح تجيب الفيديو، بس هذا انا زتوا لي كوفيه هون، انا بمسك الكوفيه هيك بحطها هون. هو المفروض واحد زت لي كوفيه امسك هيك الكوفيه احطها على كتفي او ارفعها. حلو؟ يعني كانوا الشاب خانوا التعبير. فهذا الشاب الفلسطيني ما هانت على هي الحركه، هي قام واخذ الكوفيه وعملوا هي الحركه للشام. ما بعرف اذا لازم اقعد على القناه، بس يعني خلص صارت. عملوا فيكم انه ليش ما حط الهي؟ بعرف دربوا بلا الركض دربوا على كيف بعد ربع ساعه من الملاكمه؟ كيف امكن يعني كان يطلع يضربوا على المسرح؟ ايش هالمسخره هاي؟ ممكن حتى ما لحقوا يا اخي، يمكن فات لجوا يشرب له نفس ارجيله هيك تيروق، انه يوم تطلع على المسرح ما لازم تكون نفسيتك معكره. الناس دافعه مصاري، بتقول لك انا ما هي شغلتي، انا دافع مصاري جاي اضحك، ميت ابوك ميت اختك مالي شغل انا بدي اضحك. ممكن راحوا غيروا له الجو جوا، او يمكن اعطوه شويه مخدات، ما بعرف، العلم عند الله، ما بعرف. انا مبرد ذمتي. فقره طربيه. شو فقره طربيه؟ مين عم بكتب يا اخي؟ ليش عم تعذبوا للتعريف؟
يا اخي انا بزعل وقت بشوف هيك اطفال فعلا عم يعلمون عن قله الحياه والجلاءه. يعني هيك طفل مفروض اهله يعلموه القران، يعلموه مبادئ يعني قيمنا مثلا الصلاه، الحسنى، الاخلاق، الادب، الاكابريه. يا اخي او زمان قادرين ما يفلتوا هالفلته هي، لانه الناس بتحكي. يعني انا واحد الناس بصير بحكي على هيك شغلات، ما بحكي على الولد، انا بحكي على تربيته، لانه ولد ما له ذنب. ولد يا اخي واقف فوق الشيطان، اذا ما في وراه حد عم بمسكه وبتبعه واقف ورا الشيطان، الشيطان بده يقول له اعمل هيك، بدي اعمل هيك، قال له اعمل هيك، بدي اعمل هيك. بتمنى توصل وجهه نظر، يعني ما اخذ، ما حدا ياخذني بنيه سوء او بسوء ظن، يعني فهموا على قصدي اول شيء. دخيل اللي كون عيونك وشفتك بخيمتي حنك يا أمية. عجيب انت هيك حقك نص فرنك يا اخي. هيك اولاد والله بتخليني الفظ او الفاظ سوقيه. ياو بتمنى من متابعيني او اللي بيشاهدوني او اللي فاتوا على قناه جديد، اذا شافوا حدا تحت عم يسب ولا بيحكي علي بسبب الشامي، طبعا الله يرزقني على قد ما الناس رح تحكي علي لانه حكيت على الشامي. بتمنى ما تخاطبوهم نفس ما بخاطبوكم انتم. يعني لو نفترض انه واحد كتب شتيمه، يعني لا تردوا له الشتيمه، واحد حكى شيء مو كويس مخرب الادب لا تردوا له نفسه او لا تردوا عليه طاول. سوره الفرقان الايه 63، بسم الله الرحمن الرحيم، واذا خاطبكم الجاهلون قلنا سلاما. يعني بس شفت جاهل عم بيحكي على القناه ولا عم بيكتب كومنت خلص سلام عليكم تمام، سيرون يعني سيرون، معلش هذول فانزات الشامي ندير منا عليهم يعني. ولا تنتهي رحلتنا هذا اليوم، بتمنى يكون فيديو عجبكم من اللي عجبكم، بتمنى ما تحرموني من تعليقاتكم الحلوه، وكان معكم اخوكم احمد ناصيف، وبشوفكم فيديو جاي. سلام.